فأنا لم أؤذي مدنيا على الإطلاق. قاتلت في جبهات متعددة، وأنا قاتلت بنحو أكثر من 20 سنة، وقاتلت بشرف. بل بالعكس تماما، كنت أواجه المخاطر وأعرض نفسي للخطر أنا وكل من معي كي لا يتعرض المدنيون للخطر. وهذه المعركة الأخيرة التي شاهدتموها عندما كنتم تجلسون هنا في السنة الماضية وذهبت الأجندة إلى مكان آخر، فأعتقد أن المعركة كانت كلها رحمة. وهل رأيتم في زمانكم إرهابي يجهز خطة بأكملها خلال 11 يوم يدخل إلى حواضر ومدن كبرى مثل حلب وحمص ودمشق وحماة والدير والرقة وعفوا اللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء دون أن يتأذى إنسان واحد؟ ودخلنا في معركة عسكرية، ومعركة عسكرية صفتها الهدم والدمار والقتل. إنسان واحد لم ينزح من هذه المدن والقرى والبلدات. فهل هذا عمل إرهابي؟